ممكن يبقى عندك منتج غالي وجودته عالية لكن البراند بتاعك لسه باين رخيص، وده بيخسرك عملاء كتير من غير حتى ما تحس. في الفيديو ده هقولك على 7 أخطاء لو بتعملها فانت بتخلي البراند بتاعك للأسف يبان رخيص حتى لو السعر بتاعك عالي. ولو صاحب مشروع أو ناوي تبدأ مشروع وعايز براند بريميوم يشد العملاء الصح، عايزك تتفرج على الفيديو للآخر ويلا نبدأ. أول غلطة هي الألوان والتصميم العشوائي. أول حاجة العميل بيشوفها هي الشكل. الألوان والتصميم بيدوا انطباع فوري عن مستوى البراند. لو الألوان كتير ومش منسجمة مع بعض أو التصميم زحمة ومليان تفاصيل، البراند بيبان رخيص حتى لو المنتج غالي. البراندات القوية لو لاحظت بتستخدم لونين أو 3 بالكتير. كل لون ليه معنى ودور واضح، مش مجرد اختيار عشوائي. كل لون بيعزز الرسالة اللي البراند عايز يوصلها. المشكلة بقى إنك لما بتستخدم 5 و6 ألوان من غير تنسيق، أو تستخدم ألوان بتلمع من غير سبب، او تغير الالوان كل شويه على حسب مزاجك، ده بيخلي البراند يبان ضعيف ورخيص حتى لو المنتج نفسه قوي. كمان التصميم الزحمه بيعمل تشتت عند العميل وبيقلل من صوره المنتج في نظره، وبيخليك تبان انك بتحاول باي طريقه تلفت انتباهه، وده طبعا عكس فلسفه البراندات الفاخره. عشان كده البراندات الغاليه بتستخدم المساحات الفاضيه او النيجاتيف سبيس، وكمان بتسيب المنتج بتاعها ياخد نفسه في الصوره ويبقى هو نقطه التركيز، وبتمشي بمبدا ليس از مور. تاني غلطه الفونت السيء. الخط او الفونت اللي بتكتب بيه بيفرق جدا في شكل البراند بتاعك. لو بتستخدم فونت مجاني رخيص او فونت مش متناسق او صعب ان هو يتقري، البراند بيبان ضعيف وغير محترف. الفونت مش مجرد شكل، الفونت بيعبر عن شخصيه البراند. البراندات القويه بتستثمر في فونت مميز، يا اما بتشتري فونت احترافي يا اما بتصمم فونت خاص بيها. ده بيخليهم مميزين ومعروفين من اول ما تشوف الكتابه. المشكله لما تعتمد على فونت مجاني معروف ومستهلك، او لما تستخدم اكتر من 3 خطوط مختلفه في نفس التصميم، او حتى لما يبقى الفونت بتاعك صغير جدا ومش مريح في القرايه. كل ده بيخلي البراند بتاعك يبان رخيص ومش مهتم بالتفاصيل. كمان استخدامك لخطوط معقده من غير داعي بيدي احساس ان البراند بيحاول يثبت نفسه. البراندات الواثقه بتستخدم خطوط بسيطه وواضحه وسهله في القرايه، مش محتاجه تعمل مجهود عشان تلفت النظر. فحاول دايما تختار خطين بس، واحد للعناوين وواحد للنصوص العاديه، واستخدمهم دايما بثبات في كل مكان. ولو عندك ميزانيه استثمر في فونت مدفوع احترافي، الفرق بيبان وبيعلي قيمه البراند بتاعك. ثالث غلطه الصور والتصوير الرديء. الصور اللي بتستخدمها في التسويق والموقع والسوشيال ميديا بتفرق جدا مع البراندات الفاخره. لو الصور رديئه او واضح انها صور جايبها من مواقع مجانيه، البراند بيبان رخيص حتى لو المنتج نفسه ممتاز. البراندات القويه بتستثمر في تصوير احترافي، صور حقيقيه للمنتج، صور حقيقيه للفريق، صور لعملاء حقيقيين بيستخدموا المنتج، مش صور جاهزه من على النت كل الناس شايفاها. كل الصور بتبقى متصوره بشكل احترافي واضاءه مظبوطه وزوايا مدروسه وجوده عاليه. المشكله لما بتستخدم صور مستهلكه رخيصه، ثقه الناس فيك بتقل، ودي اكبر مشكله ممكن تواجهها خصوصا مع منتج سعره غالي. رابع غلطه الكلام الضعيف واللغه الركيكه. الكلام اللي بتكتبه على الموقع وفي الاعلانات وعلى السوشيال ميديا بيفرق جدا. لو اللغه بتاعتك ضعيفه او فيها اخطاء لغويه او مبتذله وفيها كلام كتير مكرر، البراند بيبان رخيص ومش محترف. البراندات القويه عندها صوت مميز بتلتزم بيه في جميع منصاتها وقنواتها مع العميل، وبتتكلم بطريقه تناسب المستوى الثقافي لجمهورها وبتحترم ذوقهم. فراجع كل الكلام المكتوب على الموقع وفي الاعلانات، وشيل اي كلام عام ومكرر وماشي بس مع الترند. استبدله بكلام يرتقي لذوق جمهورك، وتاكد ان مفيش اخطاء لغويه او املائيه، ان شاء الله حتى تستعين بشخص متخصص يساعدك. خامس غلطه عدم الثبات والترابط. لما البراند يبان بشكل مختلف في كل مكان، ده بيخلي العميل يشك ويحس ان هو بيتعامل مع شركه مش منظمه ومش محترفه. الثبات في الشكل والرساله والصوت بيخلي البراند يبان قوي وموثوق. البراندات القويه عندها ترابط كامل في كل تجربتها، نفس الالوان، نفس الخطوط، نفس طريقه الكلام، نفس الشخصيه، سواء على الموقع او على السوشيال ميديا او الاعلانات او حتى في التغليف. المشكله لما الموقع يبقى بالوان معينه والسوشيال ميديا بالوان تانية والاعلانات بشكل ثالث، او لما طريقه كلامك مثلا تكون على الموقع رسميه وعلى السوشيال ميديا تبقى كاجوال جدا، او لما اللوجو يتغير كل شويه. ده بيخلي العميل يحس ان هو بيتعامل مع كذا براند مش براند واحد، وده بيدي احساس بالعشوائيه وعدم الاحترافيه، وده خطر جدا على اي براند فاخر. سادس غلطه هي التخفيضات والعروض المستمره. لما تعمل تخفيضات وعروض طول الوقت، البراند بيبان رخيص والعميل بيستنى العرض الجاي بدل ما بيشتري بالسعر الاصلي. التخفيضات المستمره بتقلل من قيمه البراند وبتخلي العميل يشك في السعر الحقيقي. البراندات القويه نادرا لما بتعمل عروض، وحتى لو عملت بيبقى في مناسبات محدوده وبشكل محدود.
لانهم واثقين في قيمه المنتج ومش محتاجين يقللوا السعر عشان يبيعوا. المشكله بقى لما يبقى عندك تخفيض كل اسبوع، النهارده خصم 20%، بكره خصم 30، الاسبوع الجاي اشتري واحد وخد التاني مجانا، ده بيخلي العميل يفتكر ان السعر الاصلي مبالغ فيه وان المنتج مش بيتباع غير بالعروض. كمان التخفيضات بتجذب نوعيه عملاء معينه، عملاء بيدوروا على الارخص مش الافضل. البراندات القويه بتشد عملاء بيدفعوا على القيمه مش السعر. فقلل التخفيضات قدر الامكان وركز في تسويقك على القيمه مش السعر. سابع غلطه، تجربه العميل السيئه. ممكن يبقى عندك احسن منتج في العالم، لكن لو تجربه العميل سيئه البراند هيبان رخيص. التجربه ديت بتشمل كل حاجه من اول ما العميل يشوف الاعلان لحد ما يستلم المنتج ويتعامل مع خدمه العملاء. البراندات القويه بتهتم بكل تفصيله في رحله العميل. الموقع سريع وسهل، الشراء بسيط، التغليف فاخر، التوصيل سريع، خدمه العملاء محترمه وسريعه في الرد. كل حاجه مدروسه ومتقنه. لما تفتح علبه المنتج بتحس انك بتفتح هديه. التغليف مصمم بعنايه، التجربه كلها بريميوم. المشكله بقى ان لما الموقع بتاعك يكون بطيء او عمليه الشراء فيها خطوات كتير او التغليف رخيص او مهمل او التوصيل متاخر او خدمه العملاء بتتجاهل الرسائل وبترد بشكل جاف وغير مهتم، كل ده بيخلي العميل يحس ان الشركه مش مهتمه بيه. اهتم حتى بالتفاصيل الصغيره، شكل الفاتوره، طريقه الرد على الايميل، سرعه حل المشكله، كل ده بيساهم في الانطباع النهائي عن البراند. والعميل بيفتكر التجربه السيئه اكتر ما بيفتكر المنتج الكويس. فاعمل تيست كده وتصرف كانك عميل وادخل على الموقع بتاعك، اطلب المنتج، شوف التغليف، كلم خدمه العملاء واكتب كل المشاكل اللي واجهتها وابدا صلحها واحده واحده. التجربه المميزه هي اللي بتخلي البراند يبان غالي حتى لو المنتج عادي. الاخطاء دي بتقع فيها براندات كتيره وبتضطر في الاخر لدخول حرب الاسعار بدل ما تكتسح السوق لوحدها. لو عندك اي مشكله منهم عالجها فورا، ولو مش عارف تبدا منين او تبدا ازاي هسيب لك ايميلي في الوصف وخلينا نتواصل. ولو استفدت من الفيديو يا ريت تدعم القناه، واشوفكم في فيديو جديد والسلام عليكم.